السلام عليكم حبايبي الغاليين، تعالوا مع بعض النهاردة نتعلم ازاي نعمل فطيرة 50 سنتي او نص متر من غير ما تدفعي فلوس ولا هتدفعي اي حاجة خالص، لا في زبدة ولا في سمنة ولا في زيت ولا اي حاجة خالص. وزي ما انتوا شايفين كده هيطلع معاكي فطير فلاحي هيقلب لك ريحة البيت بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. وزي ما قلتلك موفرة جدا، والله هتعمليه بالسمنة البلدي من غير ما تدفعي فلوس فيها خالص. بس لو الفكرة عجبتك يا ريت تعملي لايك وتجربي الفكرة وتقولي لي رأيك في الكومنتات. شايفين فطير مورق وبطريقة سهلة وبسيطة جدا، وزي ما انت شايفة كده حجم الفطيرة ومورقة قد ايه ولونها كمان مستوي والزبدة هتديها طعم جميل جدا من غير ما تدفعي والله ولا جنيه في الزبدة، ومن غير ما تحملي هم ان انت ما عندكيش ولا زبدة ولا سمنة ونفسك تاكلي فطير فلاحي على اصوله. زي ما انتوا شايفين كده حجم الصينية قد ايه، وهتعملي ان شاء الله بطريقه جميله. بس يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. وزي ما انتم شايفين كده هنعمل سفره حلوه قوي من السفره فلاحي على اصولها. بس نقول الاول كريم رسول الله والله اكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه معايا كوبايتين من الميه من الحنفيه عادي خالص، وهدوب فيهم معلقه كبيره من السكر، معلقه من بتاعه الاكل سكر. هبتدي اقلب معلقه السكر كده لحد ما تدوب في الميه. وكمان معايا 900 جرام من الدقيق، ضفت عليهم معلقة صغيرة من الملح. 900 جرام من الدقيق يعني ايه؟ علشان انا هعمل الصينية بتاعتي قطرها 50 سنتي او نص متر. انت لو الصينية بتاعتك قطرها 60 سنتي مثلا، اعملي الكيلو كله. تمام، على حسب الصينية اللي انت عايزة تعملي فيها، ولو عايزة تعملوهم في صينيتين صغيرين مفيش اي مشكلة خالص. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي بقى نعجن كده الكوبايتين الدقيق، الكوبايتين الميه مع ال 900 جرام من الدقيق. يعني حوالي قولي كيلو دقيق وشلتي منه كوبايه، عبيتي كوبايه كده شلتها منه. آم، زي ما انتم شايفين كده هبتدي ايه اقلبهم مع بعض شويه لحد ما اشوف هتعوز ميه معايا تاني ولا لا. هنا احتاجت كمان معايا ربع كوبايه من الميه. هضيف الميه تدريجي لان انا مستخدمه هنا دقيق مخبوزات، مش دقيق لجميع الاغراض. احسن حاجه للفطير دقيق المخبوزات، لان بيديكي عرق كويس ومش بيتقطع منك، وكمان بيبقى طري كده. حتى بعد الفطيره ما تستوي ما تلاقيهاش مفروله منك. الدقيق اللي هو بتاع الكحك ممنوع تستخدميه للفطير، هتلاقي الفطيره معاكي بتفرول منك كده مش هتعرفي تقطعي منها. هنا كده عجنتهم لمدة دقيقتين كده وهسيبهم على جنب لحد ما العجينة ترتاح معايا. هي دي الطريقة الصحيحة للعجن المخبوزات، انك انت تعجني لمدة دقيقتين وفي الاخر تشوفي برضو هتحتاجي معاكي مية ولا لا، لانك انت بتدي فرصة للدقيق ان هو يشرب السوائل كويس، لان في دقيق بيحتاج سوائل تاني وفي دقيق ما بيحتاجش. هنا الدقيق علشان دقيق مخبوزات احتاج معايا كمان ربع كوباية من المية. يبقى انا ال 900 جرام احتجت ليهم كوبايتين ونص من المية، لان ده دقيق مخبوزات. لو دقيق جميع الاغراض ممكن يحتاج كوبايتين وربع. تمام. هنا بقى هفضل افتح في العجينة كده واخدمها في العجن لحد ما تنعم معايا ويبقى معايا عجينة لينة بالشكل ده كده. ما تخليش العجينة معاكي قاسية، لا يعني ناشفة شوية، لانك انت مهما تحط لها من المادة الدهنية طالما العجينة معاكي من الاول ناشفة وجافة هتحتاجي معاكي كمية هتبقى الفطير معاكي ناشف. هنا بقى الفكرة في ايه؟ انك انتي كلنا عندنا العلبة دي في الفريزر، اللي هي العلبة اللي بنحوش فيها القشطة بتاعت وش اللبن. تمام. هنا انا سبتها تفك كده، يعني لسه فيها نسبة سقوعية شوية كده من الفريزر. انا محتاجاها كده مش عايزاها لان احنا في الحر، فمش عايزاها تفك على الاخر علشان ايه تتضرب معايا بسهولة وتعمل معايا السمنة بتاعتها بسهولة. هنا هننزلها في الكبة. زي ما انتوا شايفين كده هتنزليها في الكبه، وتقدري تعمليها بايدك، يعني تقدري تعمليها بايدك كده. واحنا كنا عملنا الفيديو ده مره قبل كده، عملناها في الكبه، جمعنا الزبده وش اللبن بتاعنا وعملنا منه زبده وسيحناها، والفيديو تقدروا ترجعوا له على القناه. عملناها بايدينا وبالكبه، طريقتين يعني. زي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله هنعملها طريقه سهله جدا، وكده هتطلعي معاكي احلى سمنه. طريقه سهله وبسيطه جدا، عباره انك انت هتحطي القشطه اللي انت بتحوشيها من وش اللبن. طبعا كلنا بنبقى محتارين هنعمل بيها ايه، وبنبقى كمان في نفس الوقت ما بتجيش في دماغنا فكره ان احنا نعمل منها حاجات فلاحي زي ما احنا بنحب مثلا الفطير بالسمنه الفلاحي والحاجات دي.
وفكرة هتوفر عليكي كتير انك انت تبقي محتارة، ما عنديش سمنة ما عنديش زبدة وعايزة اكل فطير حلو، فطير بريحته بالسمنة البلدي. فدي الفكرة دي حلوة قوي. هتبتدي بعد ما تضربيه ويبتدي يخرز معاكي كده، السمنة تخرز معاكي كده، هتنزلي فيها بمية ساقعة فيها قطع من التلج. اهم حاجة تكون فيها تلج علشان تبتدي السمنة تتكور معاكي بكل سهولة وما تغلبكيش وتلاقيها سايحة منك. لان في الحر ده ممكن درجة حرارة بتاعت ايديكي تسيح السمنة منك وما تعرفيش تتحكمي فيها وتلميها كويس. زي ما انت شايفة كده هتتعامل معاكي بكل سهولة، وكده هيبقى معاكي احلى سمنة فلاحي. هتبتدي بقى تجمعي كل البواقي اللي هي الحتت اللي معاكي كده بالشكل ده. هبتدي اشيل التلج وهجيب مصفى ضيقة بحيث ان انا ينزل معايا كل الحتت الباقية من السمنة، لان في قطع كده صغيرة كده مخرزة دي بتبقى على وش المية، فلازم تصفيها في مصفى ضيقة بحيث ان هي تتلم معاكي بكل سهولة. كده هتجمعي كل السمنة بالشكل ده كده، وهتبتدي بقى ايه تجمعيها وتعصريها كويس من المية. اهم حاجة ما يبقاش فيها مية، لازم تعصريها جامد. هي كده متلجة يعني هي ساقعة من المية اللي بتلج، فكل ما هتعصري هتنزل المية، لان المية دي لو انت سبتيها فيها هتبوش لك العجينه. يعني هتطري العجينه، لان دي سوائل هتنزل على العجينه هتطريها. عشان كده ما ينفعش نستخدمها قشطه على طول، لان هي فيها نسبه سوائل. لو استخدمتها قشطه هتطري لك العجينه وتبهدل لك العجينه ومش هتنفع خالص. لازم تتخلصي. الطريقه دي بتخلينا نتخلص من السوائل اللي في القشطه، اللي هي السوائل بتبقى من اللبن. تمام. لازم نحولها لزبده، ما ينفعش نستخدمها قشطه على طول. السوائل دي العجينه هتشربها وهتخلي العجينه تسيل منك زياده عن اللزوم ومش هتنفع معاكي. فعشان كده لازم نحولها للزبده. هنا بقى هجيب العجينه بتاعتي افرش تحتها دقيق، وهبتدي بقى ايه افرد العجينه بتاعتي كويس عشان انا مريحه العجينه لمده ربع ساعه. هتتفرد معايا بكل سهوله. طب لو احنا في الشتاء، لو في الشتاء هتفرديها لمده نص ساعه، علشان الشتاء في الشتاء العجين بيحتاج وقت اطول ان هو يرتاح او يخمر. طبعا دي مفيش فيها خميره، فاحنا عايزين نريحها كويس علشان ايه تتفرد معانا بكل سهوله. هنا هفرد العجينه بتاعتي زي ما تيجي بقى طولها، زي ما تيجي. المهم هتفرديها لمستطيل بسمك نص سنتي. لازم يكون السمك مش اكتر من نص سنتي. هنا الزبده معايا زي ما انتوا شايفين كده اهي. زبده فلاحي دي ولا مش زبده فلاحي؟ هنفردها معانا كده. على فكره هي لسه ساقعه من الميه بتلج اللي جمعناها فيها. من ايدي كده هتبتدي ايه، من سخونيه ايدي هتبتدي تسيح معايا وتتفرد معايا بكل سهوله. زي ما انتوا شايفين كده هتبتدي بقى تاخدي تلتين الزبده، تلتين كميه الزبده اللي احنا عملناها، وتفرديها بالطريقه دي كده. تفرديها على كل العجينه بالطريقه دي كده. اهم حاجه تفردي بسمك نص سنتي. هبتدي بقى اقطع العجينه كده، اقطعها لنصين وكل نص لنصين واطبقها بالشكل ده كده. طب هتقولي لي كميه القشطه بتاعتي كانت قد ايه؟ كميه القشطه كانت معانا 500 جرام. لما حولتها لزبده بقت معايا 350 جرام. الكميه دي مناسبه جدا 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 لل 900 جرام من الدقيق. تمام. يعني هي كانت 500 جرام. عشان لو انت عايزه تستخدمي زبده على طول تستخدمي، تبقى انت عارفه تستخدمي قد ايه. 350 جرام لل 900 جرام دقيق، 350 جرام زبده. طبقت الفطيره معايا بالشكل ده كده، وهسيبها تريح برضو ربع ساعه. لازم تسيبيها تريح، لانك انت لو ما سبتهاش تريح هتبتدي تتقطع معاكي وهتتبهدل منك، ومش والعجينه كده هتلاقيها مكلكعه معاكي مش هتاخدي النتيجه اللي انت عايزاها. هنا كده هفردها المستطيل الكبير زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى اجيب كمية الزبدة اللي باقية معايا افردها كده بالشكل ده كده، لان هو ده اللي بيعمل الطبقات وهو ده اللي بيورق. علشان انتي ممكن تقولي انا عايزة اعمل نفس الطريقة بس انا ما عنديش مثلا قشطة، انا عندي زبدة. يبقى انت زي ما انا قلتلك كده 350 جرام، اللي هو حوالي كوباية ونص من الزبدة. زي ما انت شايفه كده هبتدي بقى الم العجينه كده. انا استعملت كميه الزبده كلها. وهنا معايا صينيه انا دهناها بالزيت او السمنه،
وهبتدي بقى ايه ادهنها برضو بحته، كان فاضل معلقه من الزبده كده، هدهنها كده في على الوش كده، واكورها بالكره دي زي ما انت شايفه كده. الشكل بيتكلم عن نفسه. وهسيبها برضو لمده نص ساعه، المره دي بقى هسيبها نص ساعه علشان لما اجي افردها تتفرد معايا كويس. هنا بقى كنت انا غاليه لبن، خدت منه معلقه القشطه اللي على وش اللبن، وهبتدي بقى ايه اضربها كده علشان هنشوف هنعمل بها ايه دلوقتي. هنا بقى هبتدي افرد من جوه لبره. الطريقه موضحه نفسها، مش محتاجه شرح ولا اي حاجه. اهم حاجه تفرديها في الصينيه كويس، واهم حاجه تريحيها قبل ما تفرديها نص ساعه، مش اقل من نص ساعه. لو فردتيها اقل من نص ساعه، حتى لو اتفردت معاكي ودخلتيها الفرن، اول ما هتشم النار هتلاقيها رجعت كشت شويه كده، والعجينه بتاعتها يعني صغرت، فهتلاقيها تخينه معاكي، الفطيره نفسها تخينه معاكي. هنا بقى دهنت الوش بالقشطه، وهنا طبعا كنت دخلتها على اعلى درجه حراره في الفرن على الصاجه من تحت. واول ما القعر بتاعها احمر، بشوفه بالسكينه كده او باي حاجه، لما الاقي القعر احمر اروح مشغله الشوايه. هي بتقعد ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، مش بتقعد اكتر من كده. زي ما انتم شايفين كده، لون الوش زي لون القعر، كله زي بعضه ما شاء الله، جميله جدا. هي زي ما قلت لك بتدخليها على اعلى درجه حراره على الصاجه من تحت، اول ما وشها بيحمر وتلاقيها قبت شويه كده، تروحي مشغلي لها الشوايه، طفي القعر وتشغلي الشوايه، وهي هتحمر وتلاقيها ارتفعت معاكي بقى كده، وملت وملت البيت ريحه الخير و... وحاجه الارياف كده، بطريقه كده انت ما غرمتيش حاجه ولا دفعتي اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده بوريكم نص متر بالظبط. وهبتدي بقى اغطيها عشان تطرى معايا شويه. لو انت من النوع اللي بتحب الفطير وشه مقرمش كده وناشف، ما تغطيهاش. انا بغطيها لمده ما يزيدش عن 5-6 دقايق كده، بحيث ان هي تطرى شويه وفي نفس الوقت تبقى مقرمشه شويه، يعني ايه بين البنين كده. وهي اصلا كل ما بتبات وبتطرى، لو سبتها بردت تماما تماما، لو سبتها ساعتين هتلاقيها هي طرت كده مع يعني. وتلاقيها بقى ايه بالعكس كمان، الفطير كل ما بيتاكل وهو بارد ريحه السمنه بتبان فيه اكتر من وهو سخن كمان. زي ما انتم شايفين كده، عاملين جبنه بطماطم، جبنه قديمه بطماطم وطحينه وليمون وزيت، وجبنه قريش بزيت، وهنا معانا عسل ابيض وعسل اسمر. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده مورقه وجميله. وبس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده، وتعملوا كل حاجه حلوه وانتم في احسن صحه واحسن حال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.